رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده معانا روتين تحفيزي كده. بصي، هيخليكي تقومي تنضفي المطبخ وتشوفي وراكي ايه، هيخليكي تقومي تتنشطي وتخلصي اللي وراكي، متبقيش كسلانه. شغلي الفيديو يلا وقومي اتفرجي على الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناه، وكمان ما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. اول حاجه اخدت لكم مقتطفات كده من اليوم بتاعنا. انا كنت عندي كميه كبيره جدا من الطماطم زي ما شفتوا كده، كانت حوالي 6 كيلو او 7 كيلو كمان. فعملتهم زي ما بعملهم معاكم على طول، بحطهم على النار كده، بحط الطماطم سليمه وبعدين بضربها في الخلاط. وعملت صينيه الكنافه بالقشطه دي، اللي هي الكنافه بالكاستر العاديه خالص. طبعا كلنا عارفين طريقتها وكلنا شطار وبنعرف الطريقه. بعدين دخلت على الصالون، كان عندي ضيوف كده فكان متبهدل. وطبعا الصالون انا فردت عليه التكاوي دي بحيث ان احنا نبقى محافظين عليه يعني، ويفضل نضيف معايا. طبعا شفتوني وانا بغسله معاكم. كان خد مني مجهود جامد وانا بغسل التكاوي دي يعني. المهم نضفته كده وببتدي ان انا اسويه وبشيل الزيادات، الحاجه اللي مش مكانها هنا بشيلها اخرجها بره. و بروق المكان كده. طبعا احنا بنحافظ على النظافة اللي احنا نضفناها قبل رمضان. طبعا الموضوع سهل معانا ان انت تصحي من النوم تنضفي تخلصي اللي وراكي. الموضوع سهل خالص، وبننضف من على الوش وكل حاجة من على الوش عادي. وطبعا هنا كانت هنا بتساعدني بدلها اللي هي الحاجات الزيادات يعني. عايزة تدخل حاجة في المطبخ او كده فبتاخدها تنضفها معايا وتدخلها المطبخ. شايفين المطبخ عامل ازاي يا ولاد؟ المنظر ما يسرش خالص، والمنظر ما يسعدش خالص. وكمان الصلصه وانا بعملها فرط على البوتاجاز كده، فالمكان ما عادش حلو خالص. واكلنا من الكنافه ودول شويه دول اتبقوا منها. فابتديت ان انا احطهم كده زي ما انتم شايفين في الطبق بتاع الكنافه. حطيتهم. الله اكبر الله اكبر. طبعا انا بسجل لكم النهارده، النهارده عيد الام، والليله دي ليله ال11 من رمضان، وان شاء الله الفيديو هينزل لكم بكره باذن الله. ده الفجر بيأذن. وكل عام وانتم بخير، وربنا يعيدوا علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. هنا كمان كنت عامله الشربات ده من قبلها بيوم، وكنت عيناها عندي كده. وبعدين حطيت الحاجه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين ابتديت ان انا انضف المكان. و يعني ايه، اتخلص بحاجه حاجه كده يعني. مسحت الرخامه، هبتدي ان انا امسح الرخامه وبعدين همسح البرطمانات. وكنت بدل هنا بقى او بقول لها مثلا خدي ودي هناك او كده. بصوا، انا ما بحبش الكركبه الكتير على الرخامه يعني، بحاول بقدر الامكان ان انا الم الدنيا كده. انما هي الكوبايات دي، لان احنا بنستعمل كوبايات كتير في رمضان، كوبايات عصاير بقى وكلام من ده. فالواحد بيستعمل حاجات من دي كتير. فانا ان شاء الله هخلص رمضان ومش هخلي غير كوبايتين او مجين بس للشاي و... او للمشروبات السخنه يعني بصفه عامه. فهخلي بس كوبايتين وخلاص. انما بعد كده بقى ايه، المشروبات بتاعت الكاسات والكلام ده لا، خلاص بقى كده هشيلهم وهحفظهم يعني في التقفيله وكده في المطبخ بتاعي. هنا بقى الصلصه شايفين بسم الله ما شاء الله كانت كميه كبيره. وانا كنت هنا بخرج اكياس كبيره واكياس صغيره، بحيث ان انا اللي هحطه احط اكياس كبيره واكياس صغيره. طبعا انا ما ضفتلهاش اي لون، هي كده. انا بوطي عليها النار لحد ما بتنزل ميتها خالص، بصفي الميه بتاعتها ولحد ما بتنشف معايا بضربها في الخلاط. وعايزه اقول لكم الطماطم دي انا عملت لها بصلتين كبار، قطعتهم وشوحتهم في شويه زيت وفصين توم، وحطيت عليهم الصلصه ومعلقه سكر طبعا علشان الحموضه تعادل الحموضه بتاعه الطعم. وابتديت بقى ان انا احطهم في اكياس كده. هتقولي ان انا كبرت الكيس، انا طبعا كبرت الكيس لان انا بخرج الكيس بستعمله لمدة اسبوع. وهنا انا كنت حطيت كيس كمان وبعدين قلت لا انا احطه في علبة بقى، علشان ايه اللي اسحب منه. العلبة دي تسحب منها طول الاسبوع وكده. فالمهم حطيتها هنا، حطيت العلبة وعملوا معايا 4 اكياس بس بسم الله ما شاء الله. تقيل وسميك. كمان اللبن بغليه وبحطه في برطمان كده مغلي زي ما هو، بحطه في التلاجة. ولو كمية كبيرة برضو بحطها في برطمانات ازاز. جيت بقى على البوتاجاز، شايفين شكله متبهدل ازاي. ابتديت الاول الم الميه اللي هي بتاعه الطماطم دي. انا طبعا كنا قعدنا نفطر وما خدتش بالي خالص ان البوتاجاز
الصلصه بتفور معايا يعني. المهم جيت على عيون البوتاجاز كده وابتديت ان انا اغسلها، وغسلت البوتاجاز نفسه زي ما انتم شايفين كده بصابون سائل. وعايزه اقول لكم طبعا احساس جميل قوي لما تبقي واقفه في المطبخ كده، تجهزي مثلا فطار او تجهزي سحور او تجهزي لو في اليوم مع العادي خالص غدا فطار عشاء. في الايام العاديه احلى احساس في الدنيا ان انت تصحي من النوم كده تلاقي بوتاجازك نظيف، تلاقي الحوض فاضي. يعني حاولي بقدر الامكان، يعني على قد ما بتتعبي حافظي على التعب اللي انت تعبتيه ده، وعلى قد ما انت عملتي مجهود تحافظي على المجهود اللي انت عملتيه ده. المهم زي ما انتم شايفين اهوت مسحت البوتاجاز ورشيت عليه كمان رشه من الملمع، ومسحته بقماشه ناشفه علشان يديلي لمعه كده زي ما انتم شايفين. ودخلت بقى على الرخامه اللي هي التانية كده، خلاص الرخامه التانية نضفت وهنا البوتاجاز بتاعي نضف معايا. نيجي بقى على الرخامة التانية. الرخامة التانية، الرخامة ديت أنا عايزة أقولك أنا كنت عاملاها كلها بالستيكر بتاع العربيات. وكنت بقلب في الصور كده من كام يوم، حسيت ان شكل الرخامة حلو، مش عارفة بس يمكن يكون لكم وجهة نظر غير دي. بس انا حسيت ان شكل الرخامة حلو يعني لوحده، مش محتاجة ان انا احط عليه ستيكر. يمكن الرخامة التانية نوعها مش شايفين بيتشال بالعافية ازاي. انا عايزة اقول لكم بجد نوعه حلو قوي، ولو انت عايزة تعمليه عندك في اي مكان حلو قوي بجد في الاستعمال، وما فيش منه اي مشكله. بس عشان انا كنت اشتلت بقيه الرخامه يعني، فقلت ايه بلاش اسيب الحته دي كده واخلي الحوض بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا الموضوع ده كان بعد الفطار. كنا خلصنا فطار بقى، بس انا كنت سايبه بقى المطبخ كده، كنت سايبه الدنيا وعامله تحليه. طبعا الواحد ما بيفوقش بقى لو هو بيغسل المواعين، عم بنفضل نسحب كده ومش واخدين بالنا. ساعه ما بنيجي نغسل المواعين بقى بنيجي نبص ايه ده، ايه اللي احنا عملناه في نفسنا ده. غسلت بقى الحوض كده، اديت له شطفه زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اغسل في الكوبايات والاطباق، واخدت الحلل على جنب بحيث لما اخلص احط جديد وكده. عايزه اقولكم الحوض ده مغلبني يا ولاد، على طول بيتسد، مش عارفه لو عندكم حل يعني الموضوع ده، مش عارفه الحل فين، بس لو انتوا عندكم حل عرفوني بيه. طبعا كل واحدة فينا عايزة اتكلم معاكم بقى كأخت وكصاحبة وكصديقة. بشكر اي واحدة في الاول قبل اي حاجة، بشكر اي واحدة كتبت لي تعليق حلو، بشكرك من كل قلبي. وبشكر اي واحدة بتعرفني ومتابعاني دلوقتي ولسه بتتفرج عليا لحد دلوقتي في الفيديو. بشكرك، وبشكر اللي بتتابعني برضو في صمت ومش بتعمل تعليق ومش بتعمل لايك. بحبك قوي في الله، بحب وجودكم في حياتي. وعايزه اقول لكم ان طبعا لو فضلت معاكم كده اقول لكم لحد امتى. انا بحب وجودكم، بحب التصوير، بحب اصور كده واحب اكون موجوده معاكم على طول. ربنا وحده اللي عالم، لما بغيب عنكم ما بغيبش غير في الشديد القوي. طبعا بقى بتغسلي في المواعين كده، وطول ما انت بتغسلي تقعدي تستغفري وتسبحي. وعايزه اقول لكم كل واحده في حياتنا في حياتها ابتلاء. محدش عارف بقى، كل واحدة ليها ابتلاء. اللي يعني ربنا مبتليها في ولادها، اللي ربنا مبتليها في زوجها، اللي ربنا مبتليها بعد الشر عننا وعن السامعين يا رب في صحتها. بصوا كل واحد فينا واخد حقه 24 قيراط. ربنا ما بيظلمش حد، ربنا عمره ما ظلم في حد. هحكي لكم قصة مختصرة كده سريعة. آه، كان واحد اسمه مالك تزوج واحدة، فلما كشف عن وجهها، وكان زمان يعني ايه بيبقى وشها متغطي وكده، فكشف عن وجهها الغطا كده، فبعدين جه يبص لقاها مراته قبيحة قوي. فبعدين اما شافها زعل قوي في نفسه وسابها يوم واتنين. فهي قامت رايحه قايله له لعل الخير يكمن في الشر. فيعني بتقول له يمكن الخير موجود في الشر اللي قدامك. يعني لو انت شايفني شر فيمكن ربنا جعل فيا خير عن طريقي يعني. فالمهم تم الجواز وتزوجها وكده. فالمهم قعد معاها شويه وبعدين قام سايبها وسافر.
سابها وسافر وبعد عنها 20 سنة، وبعدين رجع بعد 20 سنة. راح المدينة اللي هو كان عايش فيها يعني، وبعدين رجع فراح يصلي، فلقى حد تقريبا بيصلي إمام. هي اللي بصوا، أنا هحكي لكم يعني، بصوا بالعامية بتاعتنا. فالمهم لقاه بيصلي، فقيل من هذا؟ فقاموا قايلين له ده فلان اسمه أنس. فالمهم قام رايح، قام قايل له انت مين ولا قصتك ايه؟ فتعرف عليه، فقال له انا انس، ان باباه يعني هجره بقاله 20 سنة. فقام رايح، قام قايل له وصلني ببيتك. قام وصله ببيته، اخده وداه في البيت اللي هو كان متزوج فيه. فقام رايح، قام قايل له يعني اقول لوالدتي مين ولا اقول لامي يعني مين؟ قام رايح قال له قول لها لعل الخير يكمن في الشر. فأما داخل سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فقام داخل البيت، وقام قايل لأمه، قالت له من الضيف؟ فقال لها لعل الخير يكمن في الشر. فقامت راحة، قامت خرجت واستقبلته، وطبعا هو كان زوجها. فالأب فضل بعيد عن ابنه 20 سنة، ورجع لقاه صحابي جليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هي كان قصدها بالمقولة دي يعني يمكن الشر اللي انت فيه هو الخير ليك. بصي، يمكن الابتلاء اللي انت فيه، طبعا كلنا بنتعثر وكلنا بيجي علينا اوقات ما فيش فلوس، وطبعا الظروف الوقت الايام صعبة. في ناس ما فيش معاها فلوس، وفي ناس مش لاقية تاكل اصلا، وفي ناس عندها ابتلاء في مرض في جسمها، بعيد الشر عننا يا رب. وفي ناس في اولادها، وفي ابن صعب وعاق، وفي اولاد اشقية وصعبين، وفي زوج ما بيحبش مراته مثلا، بتاع ستات او كده. ربنا يعافينا يعني. بصوا الابتلاءات انواع، انتي اصبري اصبري. كل البلاء اللي انت فيه، وكل البلاء اللي ربنا اللي بيبعته لينا ده، دي اختبارات من ربنا سبحانه وتعالى. والخير يكمن في الشر، يعني اعرفي ان كل اللي انت فيه ده خير. يمكن لو كان ربنا ادالك مثلا اطفال كويسين، كنتي كانت ابتليتي في حاجة تانية ما تقدريش تستحمليها. واعرفي ان ربنا، بصوا اعرفوا ان ربنا اللي لما بيبتلينا بحاجة بيبقى عارف ان العبد ده قد الابتلاء، وربنا عارف ان انت قد الشيلة، وعارف ان انت هتستحملي وهتشيلي. واوعي تفقدي الامل في ربنا، وحاولي بقدر الامكان قربي من ربنا، وما تقوليش ما تزهقيش ما تمليش، ان الله لا يمل حتى تمله. يعني الصحابة، أنا عايزة أقول لكم الصحابة كانوا بيستشيروا ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة. صلاة الاستخارة دي كانوا وهما بيصلوها بيطلبوا من ربنا أي حاجة يعني. اللي بيجي يشتري نعل جديد، يعني عافانا وعافاكم الله، يعني نعل حذائي يعني شوز يعني، زي ما احنا بنقول كده يا ولاد. كان بيستشير ربنا سبحانه وتعالى. بصوا انا هنا كنت بلزق البتاعه دي بس عشان ما تقولش انا كنت بعمل ايه، لان الشمع بتاعي خلصان، وعايزه ابعت اجيب عشان احطه في المسدس يعني. المهم يعني عشان ابقى الزقها بشمع، انا اللي كنت بشيلها كده، فقمت شدها بالغلط. فحاولوا بقدر الامكان بقى قربوا من ربنا. وديت فتره رمضان دي، يا عالم هتيجي علينا تاني ولا لا، ويا عالم السنه الجايه هنبقى موجودين ولا لا. انت قربوا من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يهدي لنا الحال ويهدي لكم الامور يا رب، ويهدي سرنا وسركم، وييسر لكل واحده كل صعب في حياتها. انا عايزه اقول لكم كلنا في ابتلاءات، وكلنا، والدنيا دي دار شقاء ماهيش دار راحه. يعني خليك عارفه ان الدنيا دي دار شقاء ودار تعب، وعمرك ما هتعيشي فيها مرتاحه. وبس اللي هيصبر ربنا بيرضيه. وعايزه اقول لكم كرم ربنا واسع جدا، وكرم ربنا احسن من اي حاجه في الدنيا. يعني احنا لو هنقابل ملك مثلا من ملوك الارض وهيديلنا هدية، فتخيلوا الهدية ديت هتكون عاملة عندنا ازاي. ما بالك بقى بكرم ربنا سبحانه وتعالى، لو كرمك ويدالك هدية او يدالك حاجة يعني. فتخيلي بقى عطايا ربنا هتكون عاملة ازاي. تأملي في ربنا خير، وارجعوا لربنا، وبجد قربوا من ربنا، وربنا عمره ما هيسيبكم. اعرفي ان لو ربنا ادالك، بصي حاجات كتيرة قوي ما تفرقش عند ربنا بحاجة، لان ربنا الدنيا دي عنده ما تسويش جناح بعوضة. فتخيلي جناح بعوضة عند ربنا سبحانه وتعالى. فبجد اطلبي من ربنا، وربنا كريم قوي وواسع الكرم.
عايزه اقول لكم ده كان السحور بتاعنا. عملت شيبسي كده، فضيت شيبسي زي ما انتم شايفين، وحط وقطعت طماطم، وكان عندي بطاطسيتين كده هرستهم مع بيضتين، و فضيت شيبس كده زي ما انتم شايفين وجرجير، وعملت شاي. والصلصة كنت سايباها لان هي كان فيها سنة سخونة، فحطيتها وسبتها لحد ما دفت معايا. وانا كنت بقول لكم ده حصاد اليوم بتاعي. وهنا كانت القردة بتاعتي عمالة بتشد حاجات كده من على الرخامة. بقول لكم ده حصاد اليوم. ونروح بقى، اسيبكم بقى نروح نتسحر، وكمان زبادي، والحوض نضيف، بس كان فيه كام حاجة كده مكان السحور. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. ولو شايفه ان انا تعبت في الفيديو ده، يا ريت تحط لايك وتشتركي في القناه. بشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.